تخيل كده ان في اغنية تسمعها تحس ان وراها سر، مش مجرد لحن حلو او صوت مريح، لكن حكاية دم وفلسفة وشاعر اتقتل عشان كلمته. النهاردة هحكي لك عن قصة الشاعر الاصلي للابيات الأذربيجانية اللي غناها سامي يوسف، قصة عماد الدين نصيمي، واحد من اخطر واجرأ شعراء التاريخ، وحكاية المذهب الحروفي اللي كان سبب نهايته المأساوية. خليك معايا للآخر لأن معنى الأغنية بعد الفيديو ده مش هيبقى زي هو نصيمي. نرجع بالزمن حوالي أكتر من 600 سنة. عماد الدين نصيمي اتولد في أذربيجان في القرن ال14، شاعر بس مش أي شاعر، كان بيكتب شعر يهز العقيدة نفسها، كتب بالأذربيجانية والفارسي والعربي، وده كان نادر في وقته. نصيمي كان صوفي، لكن مش من النوع الهادي اللي يقعد في زاوية يذكر ربنا وخلاص، لأ، ده كان شاعر شايف ان الانسان نفسه فيه سر الهي، كان بيقول ان الجمال والعقل والروح كلهم تجليات للحق. الكلام ده دلوقتي ممكن يبان فلسفي او شعري، لكن وقتها كان خطر جدا. نصيمي اتأثر بمذهب اسمه الحروفية. المذهب ده بيقول ان الحروف مش مجرد اصوات، كل حرف ليه معنى كوني الهي سري. يعني مثلا الف مش بس الف، ده رمز للوحدانية. الباء مش بس باء، ده بداية الخلق. الحروفيين كانوا شايفين ان وجه الانسان بيساوي كتاب، والحروف مكتوبة في ملامحنا. نصيمي آمن بالفكرة دي لدرجة انه كتب شعر بيقول فيه بشكل غير مباشر ان الانسان هو مرآة للإله. وهنا الكارثة بدأت. رجال الدين في الوقت ده شافوا كلامه كفر صريح، قالوا ازاي تقول ان الإله متجلي في الانسان، ازاي تدي للحروف كل القوة دي؟ لكن نصيمي ما كانش بيهاجم الدين، هو كان بيحاول يوصل لفهم روحي أعمق. بس المشكلة إن الزمن ما كانش مستعد للفكرة. اتقبض عليه واتحكم عليه بأقصى حكم ممكن تتخيله. نصيمي ما اتقتلش قتل عادي، ده اتسلخ حي، حرفيا. الأسطورة بتقول إن هو بيتعذب كان ثابت، ما صرخش وما أنكرش أفكاره. ولما حد قاله انت كنت بتدعي الألوهية، ازاي دمك أحمر زي البشر؟ رد وقال أنا شمس المحبة وغروبها طبيعي يكون أحمر. كلماته ما ماتتش، هو مات لكن شعره عايش. معنى الأغنية اللي غناها سامي يوسف: الأغنية مش حب عادي ولا غزل، ده لغة صوفية. الحبيب بيساوي الإله، والوجع بيساوي الفراق الروحي، والقرب بيساوي المعرفة. لما تسمع الكلمات هتلاقي إن كل بيت شكوى، بس مش من إنسان، شكوى روح. سامي يوسف لما اختار النص ده كان عارف هو بيعمل ايه. هو اختار شاعر اتقتل عشان فكر، وعاش عشان كلمة. نصيمي كان شاعر سابق عصره، اتقتل لانه قال الانسان مش ضعيف، الانسان سر. والاغنية مش بس لحن، دي رسالة جاية من 600 سنة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وسيبلي كومنت تحت قولي رأيك فيه، واستناني في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.